أول مرشح شاعر يكشف مؤامرة عمرها 34 سنة لاستبعاد أحمد زكي من الهروب. كشف الشاعر إبراهيم عبد الفتاح مفاجأة بشأن ترشحه لفيلم الهروب الذي تم عرضه في سنة 91 قبل الاستقراء على الفنان أحمد زكي. وقال إبراهيم عبد الفتاح في بودكاست مع شريف إدريس اللي بيبث عبر تلجراف مصر: كنت ساكن جنب أكاديمية الفنون، وكان جار الكاتب بشير الديك، وكان شخص كريم وموهبة استثنائية، وكان يجمعنا صداقة تسبق الجيرة. هو أغلب مخرجين السبعينات باستثناء عاطف الطيب ما قابلتوش ولا مرة، وكالعادة كنت بروح مكتب أستاذ بشير الديك نشرب قهوة. وفي يوم لقيت المخرج عاطف الطيب عند بشير. أصر الأخير إن أسمعه حاجة، وقابلتهم مرة تانية وكانوا شغالين على حاجة، وبعد ما نزلت نادوني وطلعت وتوقفت إن عاطف الطيب كان عايزني أكتب له أغاني. فوجئت إن هو بيقول لي: أنا عايزك تمثل فيلم الهروب علشان البطل شاعر. وحكى لي قصة الفيلم وكانت شبه حياتي. وقلت له التمثيل صعب. قالوا لي فكر. ومشيت ورجعت تاني لبشير الديك وقلت له صعب ان اعمل بطولة فيلم. اللي فهمته من بشير الديك هو اللي خلاني ارفض ده تماما، واللي هو ان بعض المنتجين كانوا عايزين يحجموا العبقري احمد زكي وهو ممثل عظيم، وكان هتبقى كارثة حياتي لو كنت سبب ان هو ما يبقاش الفيلم او ما يعملش الفيلم ده. وختم كلامه: التمثيل شغلانة صعبة وبيحسدوك عليها، وانا ما عنديش التركيبة النفسية اللي تسمح لي بالانتظار ونحس في احباط في لحظات كتيرة. وفكرة ان اغني بتيجي وانا لوحدي من غير ما حد يقولي غني.